لا تبني سعادتك على الآخرين، على أشخاص أو مكان معين. في ناس صراحة تستمد سعادتها من الآخرين، تستمد سعادتها من الآخرين، فيجزل بالعطاء، يريد رضاء الناس، أو يتعلق بشخص أو بمكان. طيب أنت إنسان ربي عطاك من النعم لا تعد ولا تحصى. أي شيء سعادة تبنيها على الآخرين النتيجة وخيمة، لأنك تلغي شخصيتك. وربي كرمك وقدرك، ولقد كرمنا بني آدم. فما ينفع الناس متعبة، تحاول ترضي الناس، رضاء الناس غاية لا تدرك، لا تدرك. وين راحت شخصيتك؟ وين راح فكرك؟ وين ذكائك؟ حطمته، خلاص ما عاد له أي قيمة. اعتمادك على الآخرين. الناس اللي تشوفك مثلا عندك قصر، الناس تقيم القصر ما تقيمك أنت. لو راح منك القصر أنت ما لك قيمة. لو قيموك الناس على سيارتك الفارهة، راحت السيارة، أنت ما لك أي قيمة. أنت بشخصيتك تبني سعادتك، بنفسك، بنشاطك، بمهاراتك، بقدراتك. فالناس تشوفك عندك شيء فتجي تشاركك السعادة. فربي عطاك عقل جبار، استغله بالمهارات والقدرات. لا تروح على المشاعر والانفعالات والأحاسيس، هذه دمار للإنسان، هذه محدودة. أعطي كل ذي حق حقه، لا تعطي الشيء أكثر من حجمه. فأنت إنسان مبدع، أنت أو أنت، بس اشتغلوا على أنفسكم وغذوا هذا العقل اللي ميزك الله سبحانه وتعالى عن جميع مخلوقاته بما فيهم الملائكة. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. شوف مكانتك عند رب العالمين. تبغى مكانتك عند فلان وعلان اللي هو زيك زيه؟ فارجع حاسب نفسك ولا تضيع وقتك. الوقت هذا الفراغ مدمر لحياتك الشخصية. اشغل نفسك يا حبيبي وشوف كيف راح تتغير حياتك وتحس بوجودك وكيانك، فتتعامل مع الناس بالحسنى حتى يثبت العكس، وتتخذ موقف وتبرز شخصيتك بأسلوب راقي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما عليك من حد، عليك من نفسك، ترضي نفسك وترضي رب العالمين. تحياتي لكم.